ليه تلفي على النت تسمعي اكتر من فيديو علشان خاطر تلاقي منتج يناسب بشرتك؟ وليه كمان تصرفي فلوس كتيرة جدا على منتجات عناية بالبشرة وانت ما تعرفيش المنتج ده صح ليكي ولا مش صح؟ علشان كده النهاردة معايا ومعاكم دكتورة هبة ابو المكارم، صيدلانية وكانت مديرة احدى اكبر الصيدليات والعديد من الصيدليات كمان في ادارتها في القاهره. عملت مشروع بشغف وبحب حقيقي وبدات براند خاص بيها اسمه دايموند سكين كير. معايا ومعاكم النهارده دكتوره هبه ابو المكارم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ محمود. اخبار حضرتك؟ منورانا منوره السيد. الحمد لله، تسلم، ربنا يخليك. مبسوطه جدا بجد ان انا اصلا اتعرفت عليك قبل اي حاجه، انا يخليك يا دكتور. وبجد ان شاء الله نعمل حاجه تكون مفيده لناس كتير ان شاء ان الله شاء الله باذن الله باذن الله. باذن الله. طيب يا دكتوره، كلميني اكتر عن ايه هو براند دايموند سكين كير وعرفيني قبله بحضرتك. طيب، هي ابو مكارم صيدلانيه، وكنت شغاله فتره هنا في المنيا، ولكن بعد كده اتنقلت القاهره. فكان دايما اصلا وانا في المنيا في مخي ان دايما ان انا لا، الكارير بتاعي مش هيبقى هنا، مش هعرف اتطور بسرعه، مش هبقى اوديت باي حاجه، ممكن ناس كتير تسبقني. فانا كنت حابه ان انا اروح مكان اللي هو الكارير يبقى يسمح لي ان انا اتحرك فيه. تمام. فبالنسبه لي لما رحت القاهره اشتغلت في سلاسل كتير. كنت الاول ببص للتجميل ده من ناحيه التارجت، انت عارف حاجه ربحها عالي، حاجه كمان بتضيف لك انت وانت قاعد بتتعلم. تيجي تدخل طبعا. عليك عميل، انت محتاج برضو انك يبقى ليك عندك رد سريع. اذا صيدلي ما ينفعش ان انت ما تتكلمش مع العميل او ما تعرفش ترد على اسئلته. تمام. طبعا في السلاسل بيكون حاجه اسمها البيوتي ادفايزر او مسؤول التجميل. تمام. فكنت دايما بقعد اتابعهم بقى، اتعلم منهم، اسالهم طب مثلا دخل لي عميل بشرته كذا اعمل ايه كده. بعدها بقى الموضوع استواني ان انا اقعد اتفرج على فيديوهات، احضر ليكتشرز. شركات كتير برضه حضرت التريننج بتاعها، فلقيت ان الموضوع عالم تاني خالص فحبيته بجد ليا انا بقى. كنت في الاول ليا انا عشان ابقى عارفه استخدم ايه وما استخدمش ايه، المنتج ايه كويس. مش شرط المنتج الغالي يكون ان هو التوب، في حاجات تانية ممكن تبقى اقل في السعر واحسن كتير. ومن هنا بقى جت قصه التجميل. البراند بتاعك. طيب انت شايفه ان في منتج واحد ممكن يلم الموضوع كله؟ يعني منتج واحد يستخدمه كل الناس؟ هو بصي، في كونسبت او مبدا عند العميل نفسه. هو اللي بيبقى شايف مثلا ده مكتوب عليه البشره الدهنيه يبقى هو البشره الدهنيه. لا، هو الحقيقه لا، مش كده. البشره الدهنيه دي انواع كتير. في بشره دهنيه معرضه للحبوب، في بشره دهنيه اوريدي فيها حبوب، في بشره دهنيه ما فيهاش حبوب ولا اي حاجه، بس كل مشكلتهم تكون مثلا واسعه او دهون زياده او كده. فاي منتج ما ينفعش للثلاث انواع من نفس نوع البشره. تمام. فعشان كده المنتج الواحد لا، مش حل لكل انواع البشره. كويس خالص. ده بيخلينا نروح لسؤال تاني يا دكتورة، هو البشرة الحساسة. هل فعلا في حاجة اسمها بشرة حساسة، ولا حساسة دي ممكن تنطبق على أكتر من نوع بشرة؟ لا، بص، هو صراحة ناس كتير بتتلخبط في الحتة دي. يقول لك أنا مثلا بشرتي تسأل مثلا عميل تقول له أنت طب بشرتك نوعها إيه؟ أو مثلا إحنا كدايموند بنبلغه مثلا ابعت لنا صورة البشرة عشان نبقى إحنا ملمين بالشكل اللي شكل البشرة. ممكن مثلا عميل يكون شايف مشكلته حاجة وإحنا شايفين مشكلة تانية خالص هو مش واخد باله منها. تمام. فدايما بنطلب منهم الصورة. فواحدة دايما تقول لي لا بشرتي حساسة. لا، مش حاجة اسمها بشرة حساسة. في البشرات هو الثلاث انواع البشره اللي احنا عارفينهم، اللي هي جافه، دهنيه، مختلطه. انما بقى في البشره الحساسه دي صفه بقى، اللي هو مثلا ممكن تبقى دهنيه ولكن هي حساسه. يعني هو مش جافه نوع. حساسه بالظبط، دي صفه للبشره انما مش نوع بشره. طيب يعني انت كده بتحددي الحاجة اللي محتاجاها الحالة من خلال الصورة بتاعتها. بالظبط، احنا دايما طيب. بنطلب الصوره عشان نبقى احنا اقول لك على حاجه. احنا لما بنيجي مثلا نشتغل في القصه دي، فبنشتغل كأنك انت بترسم لوحه. مثلا بتبقى شايف مثلا واحده ممكن تبقى مثلا شايفه ان عندها بلاك هيدز، بس مثلا لما بتبعت لي الصوره اشوف لا، هي مثلا عندها مسامات واسعه وهي مش واخده بالها. برضو في حاجات بتحصل غلطات كتير في الروتين بتؤدي للمسامات الواسعه دي. مثلا اسالها انت والله مثلا بتستخدمي ايه، على بشرتك شكل بتستخدمي مثلا حاجه مش مناسبه لبشرتك. تمام. فمثلا ناس كتير من كمان الحاجات مثلا الكوري المشهوره اللي هو الدبل كلينسنج. الدبل كلينسنج ده او اللي هو الغسول الزيتي ده، اللي هو المفروض انه بيشيل الميك اب او بينضف البشره. ناس كتير ما بتغسلش وشها بعد، مثلا تقول لك ده سبب لي حبوب. فانت بقى من صوره البشره بتبقى عارف العميل ده استخدم ايه غلط. طبعا من باين عليه. النظرة، عشان انا متخصصة في بالظبط المجال ده فاكون فاهمة القصة دي بالظبط اكتر. بالظبط. طيب يا دكتورة، انت كنت قلت لي قبل كده ان احنا بنحدد الروتين على اساس الصورة. هل ممكن نحدد الروتين من غير ما نشوف البشرة نفسها عشوائي كده، ولا الموضوع بيكون لازم اعرف واشوف الحاجة بعيني، بلس ان العميل يحكي لي عن ايه الحاجات اللي جوه البشرة او ايه اللي موجود كمان؟ يعني باخد من الصورة وباخد من الوصف بتاعه. بص، هو طبعا وصف العميل بيكون مهم جدا، بس لازم تشوف الحاجه بنفسك. ممكن تكون مش ناس كتير بتعمل كده. مثلا بشوف كتير مثلا ناس بتعمل
ريسبونسر وحاجات كده كتير مم. مثلا، او مم. انها تطلع تعمل بلوجينج زي ما بيقولوا مم. على منتجات، فتقول لك لا تعالي اقول لك روتين التفتيح. لا، مم. مفيش حاجه مم. اسمها روتين التفتيح ولا مم. روتين البشره اللونيه لوحدها ولا اي مم. حاجه. في حاجه اسمها بشره مخصصه. تمام. فكره دايموند كمان قايمه على ان احنا بنعمل كاستمايزيشن، او بنعمل يعني روتين متفصل على كل تفصيله في البشره، تمام. من اول مثلا المسامات، حاجات انت مثلا ممكن تكون العميل اصلا ما قالها لناش، مم. يعني احنا العميل ما طلبهاش اصلا، بس احنا مم. شايفينها بنوجه العميل والله في 1 2 3. مم. هو بقى يحب او ما يحبش، دي حاجه انها تخصه يعني. ترجع له هو. لكن برضو في حاجه مهمه، هو العميل نفسه اوقات ما بيبقاش عارف، يعني ما نعم. بيبقاش هو مش ملم بنوع بشرته، في ناس كتير مش مم. ملم بنوع بشرته. مم. فده اللي خلانا ان احنا نطلب الاول انك تدينا صوره، عشان حتى لو انت مش عارف توصفنا، يعني توصف نوع بشرتك، فاحنا مم. هيبقى احنا ساعتها لا، احنا معاك عين تانية شايفه بشرتك. تمام، ممتاز جدا يا دكتور. طيب بمناسبة يا دكتور انك فتحت الموضوع اصلا بتاع البلوجر والانفلونسر، فانا بشوف دايما على الانستجرام وعلى اغلب الابلكيشنز ان بيطلع انفلونسر او بلوجر بيتكلم بيقول استخدمي روتيني اليومي، استخدمي منتج كذا، استخدمي منتج كذا. هل ده صحيح ولا ده ممكن يعمل مشكلة كبيرة للعميل، لان الموضوع بيختلف من بشرة للتانية وكل حالة ليها الحاجة الخاصة بيها هي بس؟ بص، هو طبعا كل حاجة ليها حاجة خاصة بيها، ولكن الماركت أو السوق بتاع التجميل كبير جدا. مم. وفي بقى انت مش انت لوحدك انت في السوق، يعني في مم. مثلا عندك شركات، في عندك بقى بلوجر اصبح ان هو بيتقاضى مبلغ قصاد الريفيو ولا مم. الرأي اللي هيطلع يقوله. مم. فطبعا التسويق ده خلاص حاجة، طبعا الماركتنج مفتوحة يعني في كل المجالات مم. انك انت تعمله. فطبعا احنا برضو في دايما كنا بنفكر الفكره هي مختلفه شويه. يمكن الناس تمام. مثلا، انا جربت اعمل فيديوهات كده مع نفسي، فلقيت ان الناس مثلا معظم تعليقها فاكره ان طالعه بقول ريفيو، او انا بعمل، او انا بقى بلوجر مم. علشان طالعه اقول رايي دعاية في المنتج. للمنتج ده. لا مش كده. مم. فكره دايموند احنا بعدين تماما عن قصه اللي هو البلوجر ده خالص. تمام. انا مش عايزه اللي هو اروح اجيب حد اللي هو يجي يقول والله استخدموا المنتج ده، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. بشرتي غير بشره اللي بتعمل الاعلان ده، او اللي هي يعني بترشح المنتج ده. في ناس برضو ما بتبقاش فاهمه حته. مثلا انا شفت فيديو مثلا لواحده طالعه بتقول والله انا استخدمت المنتج ده، فالمنتج ده سبب لي حبوب، اوعوا تجيبوه. مم. لا، هو حضرتك استخدمتيه غلط، يعني أيوة. اكيد انك استخدمتيه غلط. مم. يعني في حاجات بيبقى ليها كمان وانت بتستخدمها احتياطات كتير. تمام. مثلا سيروم انا شايفه انه تقيل قوي، ما ينفعش مثلا اديه البشره جافه، اللي مم. هو ممكن يسبب لها تهيج، فلا انا مم. مش عايزه اعمل كده. مم. فانا لو اطلع اقول الموضوع ده بجهل، او ممكن يكون هي نيتها كويسه برضه، عشان مش عايزه اظلم حد. ممكن يكون بيبقى نيتهم كويسه فعلا، انك مم. مثلا عايزه ترشح منتج، عايزه تفيد غيرها، مم. بس الافاده لو هتضر غيري لا ما اقولهاش، مش عندي المعلومه كامله لا ما اقولهاش. تمام. ففكره دايموند قايمه ان احنا يعني نبقى العميل نفسه هو تمام. المحور بتاعنا، مش المنتج. تمام. يعني احنا عايزين العميل بنفسه هو اللي يبقى عارف مم. ايه الحل بتاعه. مم. وكمان لما يجي انا جاست اديتك المعلومه، انت هتيجي مم. تختارني بعد كده تمام. برغبتك او مش برغبتك، ان شفت حد بيدي لك المعلومه صادقه وصح. تمام. ده اللي احنا عايزينه، عارف اللي هو الحاجه من قلبها هتطلع توصل من للقلب. القلب للقلب طبعا. طيب بس وبكده تكون خلصت حلقتنا الاولى مع دكتوره هبه ابو المكارم، ولينا ان شاء الله حلقات تانية هنتكلم فيها اكتر باستفاضه عن كل ما يخص منتجات ترطيب البشره بس بالتخصص.